صناع العمل؟ كدابين. الشركة المنتجة كمان. ادام طلع الاستاذ جمال العدل وقال لا ما حصلش، خلاص نتقابل في المحاكم بقى. هي ست قوية ولا ست مكسورة من جواها؟ ليه ماجدة الحشاش والدة المذيعة شيماء جمال رجعت للترند فجأة؟ ليه اسمها بقى بيتكرر في القضايا؟ ليه اسمها كل يوم بنشوفه ببرنامج غير التاني؟ حكايتها بالظبط هنعرفها النهاردة، هنعرف هي ليه بتعمل كل ده. لا وإيه؟ النهاردة خبر هز السوشيال ميديا. فنان المهرجانات حسن شاكوش تم الحجز على أملاكه، وده بسبب انتصار طليقته ريم طارق. أخيرا ريم انتصرت على طليقها حسن شاكوش. هقول لكم اللي حصل ما بينهم لأن اللي حصل في الكواليس لازم نعرفه. يلا بقى بسرعة اضغطوا لايك للحلقة ونتابع ونبدأ على طول بعد الفاصل. من سيدة ظهرت فجأة قدام الكاميرا لبطلة قصص وتحقيقات ومسلسل اتشهر باسمه مسلسل ورد وشوكولاتة. ماجدة الحشاش بقت لغز كبير قوي، ناس شايفينها ست حديد وناس تانية شايفينها ان هي من جواها مكسورة موجوعة بسبب موت بنتها. النهاردة هيكون معانا تفسير نفسي خطير من الدكتور هندي، الدكتور اللي هيقول لنا ايه حكاية ماجدة الحشاش بالظبط. هي شخصية قوية ولا بتعرف تلعب لعبة الترند؟ دي مش حكاية ترند لوحدها، ده حكاية صعود وانكسار وصراع قانوني وأسرار لأول مرة بتتقال. مع انتهاء عرض حلقات مسلسل ورد وشوكولاتة بطولة محمد فراج وزينة، لم يتوقف الجدل عند العمل الدرامي نفسه. امتد سريعا للسوشيال ميديا وربط عدد كبير قوي من المشاهدين بين أحداث المسلسل وقضية مقتل المذيعة الراحلة شيماء جمال واللي هزت الرأي العام من 3 سنين. وطبعا كلنا عارفين مقتلها ده هز الرأي العام لأن جوزها كان قاضي سابق أيمن حجاج قتلها هو وصديقه حسين الغرابي. بالتوازي مع تصاعد الحلقات خرجت أم شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش في مقاطع فيديوهات متتالية حكت من وجهة نظرها اللي جرى مع بنتها وعلقت على أحداث القضية اللي أغلقت قانونيا لكنها لم تغلق نفسيا لدى المتابعين.